ازاي جبت عميل من ألمانيا واشتغل في أكبر شركة معدات تقيلة ناشئة في سوريا واكسب منها 50,000 جنيه. عشان تعرف التفاصيل كاملة اتفرج على الفيديو للآخر، وإنك تتفرج على الفيديو للآخر ديت استفادة ليك مش ليا، لأن أنا عاوزك تطلع بأقصى استفادة ممكنة. وفي حاجة قررت أعملها وهي إني أدخل ميتنج مع 5 منكم على جوجل ميت أجاوبهم على كل أسئلتهم. وكل اللي عليك بس إنك تبعتلي رسالة على الانستجرام وتكتب في الكومنتات هنا تم، وأنا هختار 5 إن شاء الله. وكمان ما تنساش تشترك في القناة لأن دعمكم هو الدافع الوحيد إني أستمر على اليوتيوب. يلا ندخل في الموضوع، والحكاية تبدأ من فنجان القهوة ده. كنت قاعد في البلكونة بشرب فنجان القهوة وقاعد فاضي موريش حاجة، فبفكر مع نفسي فاكتشفت إن كل العملاء اللي أنا بشتغل معاهم من مصر، وقليل جدا جدا لما بشتغل مع حد بره مصر. فقلت لنفسي ليه ما اشتغلش مع ناس من أوروبا مثلا؟ ايه المانع يعني؟ ما الناس دي موجودة على السوشيال ميديا وممكن اجيبها، والناس دي برضو موجودة على السوشيال ميديا وانا بالفعل جبتها. عاوزين نخش للمرحلة التانية بقى، طب ازاي هجيب الناس ديت وكده؟ فقعدت افكر وانا بشرب فنجان القهوة في البلكونة، ودي اهمية انك تشرب القهوة في البلكونة. فجه في دماغي فكرتين. الفكرة الأولى هي إني أدخل على السوشيال ميديا على الفيسبوك أو الانستجرام وأدور على أكونتات وحسابات الشركات ديت كلها أو الأفراد وأدخل أكلمها. والفكرة التانية هي إني قعدت أفكر، أيوه قعدت أفكر والله، فاكتشفت حاجة وهي إني لما باجي أدخل على خرائط جوجل وأبحث مثلا عن أي حاجة، مطعم، شركة، أي حاجة، فبلاقيهم حاطين الأرقام بتاعتهم في الوصف وحاطين الاكونتات بتاعتهم كمان زي الفيسبوك والانستجرام. قلت بس يا ريس جت، فرحت عملت فنجان قهوة تاني اسبريسو. ودي أهمية إنك تشرب قهوة في البلكونة. بس ما تكترش منها لأنها ممكن تعمل لك مفعول عكسي. مش معنى إن أنا أقولك تشرب قهوة يبقى هي كويسة. وبعد كده لما لقيت الطريقتين دول جيت فاتح اللابتوب على طول وقعدت أسرش بقى. دخلت على الفيسبوك وبحثت عن شركات في ألمانيا بالتحديد وبعت له، مفيش ولا واحد رد عليا ولا بني آدم شاف الرسالة حتى ما شافهاش. أهمل بقى وأقعد أقول خلاص مش هعرف إن أنا اوصل للناس ديت اصلا. فقعدت احاول في الفكره ديت بتاعه الفيسبوك ان انا اقعد ابحث عن شركات والناس ابعت لها، وقعدت اشتغل فيها حوالي اسبوع وابعت لده وابعت لده. فرحت سالت واحد، يعني هو كان صدفه كده، رحت سالته فقلت له انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته، عاوز ان انا اشتغل مع ناس بره مصر، عاوز ان انا اعلى بقى خلاص. فقال لي مستحيل. ليه مستحيل بقى؟ قال لي لان الناس اللي بره ديت ليها ناسها، الناس ليها ناسها. قال لي الشركات اللي في اوروبا بتشتغل مع الناس اللي موجودين عندهم في اوروبا لان كفاءتهم اعلى مننا. قلت ما فيش الكلام ده. قلت له ماشي ورميت الكلام. على فكرة انا ما كانش معايا لغة خالص نهائي ان اتواصل مع الناس ديت واكلمهم، بس حطيت نفسي في تحدي ان هو انا لازم اجيب ناس من بره مصر ومن اوروبا بالتحديد من غير لغة ومن غير خبرة سابقة مع الناس ديت. وفوق ده كله تجاربي فاشلة لما انا بعت لهم محدش رد، وان شخص اداني حاجات سلبية وقال لي مستحيل، وان انا لسه صغير اصلا وممكن الناس يقولوا لا لسه صغير ومش هيقدر يفيدنا وكده. رحت بقى صليت ركعتين كده ودعيت ربنا انه يوفقني في المرحلة ديت وعملت فنجان قهوة برضه. وفتحت اللابتوب بقى وقعدت اشوف المسجات اللي انا بعتها في حد رد ولا لسه، فما لقيتش برضه في حد. في واحد بس هو اللي بعت لي وقال لي مش محتاج حد، طبعا هو قال لي كده بالالماني. فقلت طيب، الشخص اللي قال لي مفيش حد ده هو بالنسبه لي كده انا مبسوط جدا. في حد قال لي ما مش عايز، وممكن واحد تاني يقول لي ايوه تمام تعال. فبس ده كان دافع ليا. وبعد كده قعدت بتاع يومين برضه في نفس الفكره ديت، فلما لقيتش منها فايده قلت مش هتنفع خلاص، الحلم راح. ولو اي حد كان هيعمل كده ايوه، لكن انا بحكم ان انا دعيت ربنا سبحانه وتعالى فانا متيقن جدا ان ربنا هيستجيب. جيت فاتح اللابتوب وبصيت على جوجل ماب وداخل على المانيا من هنا فوق كده بالقمر الصناعي. فبعت المطاعم والجيمات وبعت لشركات متنوعة، ففيهم ناس ردت عليا تمام، وفيهم ناس يعني كانت هتشتغل بس ما كملتش بحكم اللغة وكده، وفي واحد هو اللي وافق يشتغل معايا
ليه؟ لأن برضو اللغة كانت عامل فارق في الوقت ده. هو سوري، تمام، سوري ومقيم في ألمانيا، فأنتوا عارفين طبعا السوريين في ألمانيا كتير ومعاهم الجنسية عامة يعني. والشخص ده كان عاوز يعمل هوية بصرية للشركة بتاعته. ده كان مدير الشركة، وهي شركة عربيات، شركة سيارات، بيجيب سيارات من الصين وبيوزعها في ألمانيا، يعني شركة استيراد وتوزيع. واتفقنا، وكنت مبسوط جدا ومتحمس جدا ان خلاص هطلع من دايرة المصريين طبعا مع كل احترامي. واتفقنا ان انا هعمل الهوية ديت كلها كاملة كده ب17,000، وبعت لي الفلوس على بيبال. خدت التاسك من هنا، فتحت اللابتوب بتاعي وفتحت البي سي، بقيت شغال على الاتنين، وطبعا كنت عامل قهوة. خلصت المهمة ديت في 3 ايام، وبعد كده بعتله صور منها، وبعد كده بعتلي باقي الفلوس، وجيت بعتله الملف. وبعدها بيومين بالظبط لقيته بيبعتلي بيقول لي في شركة معدات تقيلة في سوريا أنا أعرفها وعاوزين واحد جرافيك ديزاينر معاهم. قلت له يا سلام، يلا يا ريس. قال لي تمام، هدخلك في الجروب، وبعد كده إيه، هنشوف هنعمل إيه. وبرضه كانوا عاوزين هوية بصرية. وشركة المعدات التقيلة اللي في سوريا ديت عملت لهم الهوية البصرية ب20,000، كانت أكبر شوية لأن هما كانوا عاوزين حاجات أكتر. وعملت المهمة ديت في 5 أيام، وطبعا خدت حقي. فقالوا لي احنا خلاص يعني احنا عاوزينك معانا على طول مستمر، لان احنا هنعمل بوستات على السوشيال ميديا، وهنخليك تمسك اصلا الحسابات بتاعتنا. انت متخيل تبقى شغال مع شركة عربيات في ألمانيا وشركة معدات تقيلة في سوريا، وانت اللي ماسك السوشيال ميديا بتاعتهم؟ حاجة كبيرة في السي في وفي الكارير بتاعي عامة يعني. فحمدت ربنا، والحمد لله ده كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. وافتكرت الآية الكريمة اللي بتقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. على قد ما تتعب على قد ما ربنا هيديك، وما تيأسش أبدا مهما كانت الظروف. لأن أنا كان ممكن الموضوع ده ما يحصلش لما أنا رحت بعت للناس على السوشيال ميديا ومحدش رد عليا، وحتى اللي رد عليا قال لي إحنا مش محتاجين حاجة. لو كان حد غيري ده طبعا انا ده مش تفخيم من نفسي ولا حاجه، لا والله دي كلها فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا بس بقول لك كده عشان انت تاخد العبره من الموضوع. لو كان حد تاني كان قال خلاص الموضوع ده مش هينفع، وزي ما صاحبنا قال مستحيل ان الناس ديت ليها الاشخاص اللي هم يشتغلوا معاها، لان هم كفاءتهم اعلى مننا بكتير قوي. لما انا اصريت على الموضوع ده، وفعلا ربنا أعاني، وربنا اداني على قد ما أنا تعبت. وكمان بعد ما اشتغلت مع الشخص ده وعملت له الهوية البصرية بتاعته، اتقنت الشغل اللي أنا بعمله، ووداني لشركة تانية برضو بتاعت معدات تقيلة. فافتكرت الآية الكريمة اللي بتقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاتقن شغلك واتقن الحاجة اللي أنت بتعملها، عشان الناس لما تلاقيك كويس وبتعمل حاجات كويسة وهم راضيين عنها يرشحوك لناس تانية. ليه؟ لأن دلوقتي واحد عنده شركة، فأكيد دايرة المعارف كلها بتاعته، دايرة الأصدقاء بتاعته كلها ناس في نفس الطبقة اللي هو فيها. فهو لما يلاقي شغلك كويس وشغلك تمام ومعاملتك أكتر حاجة أنا دلوقتي بقولك تعملها هي المعاملة النظيفة والمعاملة الحلوة، ما تقولش لحد لأ. وإذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، ده قول الرسول عليه الصلاة والسلام مش قولي. فلما الشخص ده يلاقي شغلك كويس وتمام ومعاملتك حلوة، فهيبدأ يرشحك لغيره. والله هيروح يقول للشخص التاني صاحبه اللي عنده شركة برضه، والله أنا عندي جرافيك ديزاينر، أو مثلا ويب ديفلوبر، تطوير مواقع، أيا كان إديتور، بيشتغل شغله كويس وعمل لي شغلي وتمام. فهيقول له طيب ماشي، ما أنا أشتغل معاه أنا كمان. واللي انت هتشتغل مع التاني ده برضه نفس الموضوع، دايرة الأصدقاء بتاعته في نفس المستوى بتاعه، فهيرشحك برضه ليهم، وهكذا. فانت بشغلك الحلو ومعاملتك الكويسة وأخلاقك أهم حاجة، الناس هي اللي هتسوق لك مش انت اللي هتسوق لنفسك. وهو في حياتك تيأس، لأن اليأس ده أكبر سلاح لفقدان الشغف. وأهم حاجة ابعد عن الحاجات السلبية، لأن والله ثم والله ما في حد هينفعك في الزمن ده. ابوك وامك واخوك والله ما حد هينفعك دلوقتي. هما بيقولوا لك جوز نفسك، انت منين هتجوز نفسك وانت قاعد وعمال تقول لا الحاجه دي مش هتناسبني، لا الحاجه دي مش هتنفع، وما بتعملش حاجه؟ طب هتتحرك امتى؟ طب هتنفعك الحاجه دي هتنفع تعملها امتى؟ طيب وحتى لو جه حد قال لك الحاجه دي مستحيل تعملها وما ينفعش، قول له انت جربت؟ هيقول لك لا. قول له خلاص ما تحكمش على حاجه انت ما جربتهاش. طب لو قال لك انا جربت، قول له بس انا ما جربتش. واختم بالآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. السلام عليكم. اعمل له النبي واحد قهوة اسبريسو معاك. ازيك يا مدحت؟ مش شارب.